السلام عليكم. النهاردة هنعمل شاورما الفراخ بطريقة سهلة وسريعة وطعمها خطير. هقول لكم سر التتبيلة الخطيرة اللي تطلع الفراخ جوسي قوي كده ولذيذة جدا، احلى 100 مرة من المطاعم. وكمان شوية تكات كده عشان تحضريها في وقت قياسي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنحتاج نص كيلو من صدور الفراخ، غسلتهم كويس بالملح والليمون وبعدين ببدأ اقطعهم شرايح. الشرايح بتاعتنا ما تكونش رفيعه قوي عشان ما تنشفش، وعشان ننجز في الوقت ونحضرها بسرعه بحط كل 3 شرايح فوق بعض كده بالشكل ده وابدا اقطع، بدل ما اقطع كل واحده لوحدها كده اسرع وبنجز بسرعه. بالشكل ده كده لحد ما اخلص الكميه كلها. وهنا خلاص خلصت الفراخ بتاعتي كلها، نبدأ نتبلها بقى. بجيب بصلة وطماطمايه وافرمهم في الكبة بالشكل ده وانزلهم على الفراخ، ومعايا كمان 3 معالق خل وكوباية زبادي. خلطة ماجي لشاورما الفراخ بجد بتدي طعم حلو جدا. وهحتاج بس نص كيس، ونص كيس كمان من خلطة ماجي للشيش طاووق. لو مش متوفرة عندنا ممكن نستخدم كيس واحد بس من شاورما الفراخ. وبس كده بقعد اقلب فيها كويس قوي كأني بعجنها لحد ما كل المكونات تتخلط وتتجانس مع بعض وتبدأ الفراخ تشرب منها. بنسيبها اقل حاجة 3 ساعات قبل التسوية، وكل ما المدة زادت يكون افضل. والاحلى كمان اللي بفضله انا عن نفسي اني بيتها ليلة كاملة في التلاجة، كده الفراخ بتشرب من التتبيلة اكتر وطعمها بجد بيكون وهمي قوي. في طاسة بقى سخنة على النار بحط معلقتين سمنة كبار، عليهم 3 معالق زيت يسخنوا كويس جدا وانزل عليهم بالفراخ تاخد صدمة. عايزاها تاخد لون ذهبي كده حلو. اهم حاجة هنا اصفي الفراخ كويس من ميتها بالشكل ده. شايفين بعصرها كده عشان تنزل كل ميتها قبل ما انزلها على الزيت. بحاول بقى اوزعها كده في الطاسة واسيبها شوية تاخد لون على نار عالية. وعلى ما تاخد لون بقى هروح احضر الخضار بتاعي بنفس طريقة الفراخ. الخضار اللي هحتاجه هنا فلفل رومي وفلفل الوان وطماطمايه وقرن فلفل حامي. بقطع الفلفل لنصين واحط كل الانصاص على بعض وابدا اقطع بالشكل ده. الطريقه دي هتنجز معاكم جامد خصوصا لو مستعجلين. كمان فلفل الالوان قطعته بنفس الطريقه. تقدروا تقطعوا كمان فلفل حامي لو حابينها سبايسي. بقطع كمان طماطم مكعبات صغيرة لحم بس وبشيل قلبها وابدأ اقطعها كده، يعني المفروض بيكون طماطمية كبيرة، بس عشان الطماطم بتاعتي كانت صغيرة استخدمت طماطميتين صغيرين. نرجع بقى للفراخ، شايفين بدأت تاخد لون ذهبي حلو قوي. هستنى لما كلها تاخد اللون ده وتبدأ تنشف من السوائل خالص بالشكل ده كده. هي دلوقتي عطشانة، هنزل بقى عليها باقي التتبيلة اللي صفتها تشرب منها كده وتبقى احلى واحلى كمان. وهقلبها شوية، بعدين هخلي النار متوسطة وانزل بالخضار كله ونقلبه مع الفراخ. بسيبها تقريبا ربع ساعة على نار متوسطة مع التقليب كل شوية كده لحد ما تشرب ميتها خالص وتستوي. نطفي بقى عليها. شايفين شكلها شاهي ازاي؟ مش قادرة اقول لكم على ريحتها اللي كانت قلب الدنيا، بجد كانت تحفة جدا. ويلا بقى نروح نحضر السندوتشات بتاعتنا. بحط كده طبقة من المايونيز او التومية زي ما تحبوا وعليها الشاورما وبس كده. ممكن كمان تعملوها في العيش الصاج بتبقى حلوة جدا. وكمان ممكن نعمل رز بالشاورما، يعني نعمل الرز البسمتي المبهر اللي عملناه مع بعض قبل كده ونحط الشاورما عليه بالشكل ده. ويا سلام بقى لو نحمر حبة عيش ابيض كمان ونحطه من تحت الرز وتبقى فتة شاورما بتبقى خطيرة بجد. ياريت برضو تكتبولي لو عندكم اقتراحات تانية لتقديمها. انا هنا عملتها في سندوتشات وقدمت معاها خس، ممكن كمان نحط جنبها خيار مخلل حلو قوي مع الشاورما. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصلكم كل فيديوهاتي. اشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام عليكم.